مساكم سعيد جميعا وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد على الجميع ان شاء الله. في رحلتنا المره دي اللي بنبدا نعودكم عليها يوميا، نبدا ننقل لكم انطباع زوار مطروح عن محافظه مطروح، وبنشوف معانا كام واحد اول مره يجي مطروح وكام واحد بقى له زمن في البلد دي. يلا بينا. عاملين ايه؟ مطروح دي هي الراحه النفسيه وهي الراحه العائليه والهدوء النفسي. واكتر حاجه بتشدك لمطروح كل سنه؟ البحر وايه كمان؟ واليخت. لو قلت لك تقول لي اسم شاطئ من الشواطئ اللي لازم تزوره لما تيجي مطروح؟ هي الغرام طبعا وكليوباترا. لو هتوجه رساله للناس يعزوا عليك قوي هيكونوا مين؟ هتقول لهم ايه؟ عايزين اتنين من صحابك القديمين. صحابي القديم. ايوه من الجزائر يجوا هنا. منورانا يا ام النهارده، منوره مطروح ومنوره مصر كمان. وكل سنه يا بابا. حبيب قلبي. منورنا ومنور مطروح. يا باشا حبيبي. استاذ محمد، انت شركه السياحه ايوه بتعمل رحلات وبتجيب افراد لمطروح، تمام. ازاي بتقدر تقنع الزوار بتوعك او الزبائن بتوعتك انهم يجوا مطروح؟ جو مطروح الجميل الممتع، يعني انا عامل رحله في العيد 5 ايام 4 ليالي زي بالظبط شرم الشيخ والغردقه. بيكلموني كتير عن شرم الشيخ والغردقه وكده، بقول لهم طب ما تيجوا معايا مطروح. النهارده مطروح بقى فيها يخت جميل زي ما احنا فيه. انت كنت من ضمن الشركات اللي بتودي لشرم الشيخ والغردقه، ايوه وبدات حاولت تركز السنه دي على مطروح. مظبوط ترند. ايه اللي خلاك تركز على مطروح السنه دي؟ حصان اسود من السنه اللي فاتت بصراحه، الناس كلها لجأت خصوصا في الصيف لمنطقه الساحل ومرسى مطروح بالذات عشان اسعارها على قد الايد وكويسه، وكل اللي بيقدروا يعملوه في شرم الشيخ النهارده او الغردقه بيعملوه في مرسى مطروح. قدرت تعالج موضوع الاكل ازاي؟ قدرت اعالج موضوع الاكل ان انا اعمل حاجتين، يا اما مثلا ناس تطلع معايا بالبرنامج مع وجبه بتجيلهم مثلا بعد البرنامج كل يوم الساعه 6 مساء، ودي ناس ما اقبلتش عليها قوي، فلفيت وتعاقدت مع 3 مطاعم كويسين جدا، منهم مشاوي لحوم وفراخ، ومنهم مشاوي اسماك وسي فود، ومنهم كريبات ومعجنات، يعني وحطيت الورقه في العماره. عامل لهم كل حاجه وعامل لهم في العماره والورقه. نظام شرم الشيخ والغردقه كانت الناس متعوده على الفنادق، مظبوط. دلوقتي هنا مطروح عندنا نظام الشقق. تمام. كانت ايه بقى العقبه قدامك في موضوع الشقق من الفنادق للشقق؟ الناس عايزه تكبر مخها، هم مش عايزين، هم عايزين يعرفوا التوتال التكلفه، ومش عاوزين يعني خلاص انا البادجت بتاعي مثلا 1000 او 10000، خلاص انا ما عايز اديهم لشركه ده كان والشراكه دي مستساعه. فانا برضه عملت لهم كده، قلت لهم والله عايزين بالاكل البادجت بتاعكم كذا، عايزين من غير اكل البادجت بتاعكم كذا، عايزين البادجت بتاعكم كذا. عامل لهم كل الاختيارات عشان يجوا مطروح، والناس اللي جت مطروح فعلا ما ندمتش وقالت لا بالعكس كفايه الهواء الجميل بتاع مطروح. بتوصف لهم مطروح ازاي بقى؟ بوصف لهم مطروح الميه الجميله، المنظر، الاطلالات الجميله. بوصف لهم مطروح يخت موندي احلى خون. منورنا مطروح حبيبي. لو عايزك توجه رساله لكل زوار مطروح اللي لسه ما جوش هتقول لهم ايه؟ هقول لهم الجمال الطبيعي اللي حواليكوا دوت، والميه الجميله دي بانتظاركم، واحلى هوا تشموه في مطروح، واحلى شوبينج واطيب ناس في مطروح.